السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولياء أمور الصف الرابع الابتدائي. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض درس جديد وهو الدرس الثاني بالنسبة للمفهوم الثاني كيف تعمل الحواس لمادة العلوم. خليكم معايا وهنبدأ مع بعض ونقول بسم الله. درس النهاردة إن شاء الله هيكون ممتع جدا والأولاد هيستمتعوا بوقتهم وهم بيسمعوا الدرس لأن هم هيتعلموا حاجات جديدة ما كانوش يعرفوها. أول حاجة بالنسبة للنشاط الرابع هنشرح مع بعض إيه هي الأعضاء الحسية بالنسبة للحيوانات الليلية. عندما تقوم بالبحث عن شيء ما في الظلام هل تستطيع رؤيته بسهولة؟ طبعا الإجابة هي لأ. لما بنكون بندور على حاجة والدنيا ضلمة أكيد إن إحنا طبعا مش بنلاقيها بسهولة لأن الدنيا ضلمة. لذلك الحيوانات الليلية بتعتمد على حواس أخرى غير الرؤية علشان تقدر إن هي تلاقي أو إن هي تصطاد في الليل أو إن هي تتعايش بشكل عام. الحيوانات الليلية بتنشط بعض الحيوانات ليلا ولذلك تعرف باسم الحيوانات الليلية. يبقى الحيوانات الليلية هي الحيوانات التي تنشط ليلا يعني بتنشط في الليل. طيب من أمثلة بقى الحيوانات الليلية علشان نكون عارفين الخفاش والبومة. احنا أصلا عايزين نعرف ايه هي أسباب نشاط الحيوانات ديت في الليل. أول حاجة خالص إن هما بينشطوا في الليل لتجنب ارتفاع الحرارة نهارا علشان يتجنبوا إن الجو بيبقى حر جدا في الصبح في المناطق الحارة عند البحث عن الطعام. لما بيكونوا بيبحثوا عن الطعام بتاعهم في المناطق الحارة فطبعا في النهار بتبقى درجة الحرارة عالية لذلك بينشطوا ليلا. تاني حاجة توافر الطعام لبعض الحيوانات ليلا فقط. يعني بعض الطعام أو الفرائس مثلا اللي هم بيصطادوها بتنشط برضو أو بتكون متوفرة في الليل فقط لذلك هم بينشطوا. تالت حاجة طبعا هم بيستغلوا الظلام الدامس لمهاجمة الفريسة لأن الفريسة ممكن تبقى مش شايفاهم فبتمشي بحريتها لكن بتبقى الخفاش طبعا والبومة بيكونوا شايفينها في الظلام الدامس بسبب الحواس بتاعتهم اللي احنا هنتكلم عنها. فلذلك بيقدروا إن هم يهجموا على الفريسة بتاعتهم ويستغلوا الظلام الدامس. علل تتمكن بعض الحيوانات من الصيد ليلا دون الحاجة إلى الضوء. احنا كده برضو بنرجع لنفس النقطة بنسأل طب هما ازاي بيقدروا يعملوا كل ده في الليل والليل أصلا بيكون ضلمة؟ ازاي هما بيقدروا ينشطوا في الليل مش بيحتاجوا أصلا للضوء؟ السبب إن هما بيبقى عندهم تكيفات حسية فائقة غير أي حيوانات تانية. والتكيفات الحسية اللي عندهم ديت هي اللي بتسمح لهم إن هما يقدروا يتنقلوا في الظلام بأمان ويبحثوا عن مصادر الطعام بتاعتهم. هنتكلم مثلا عن التكيفات الحسية الفائقة بالنسبة للخفافيش. الخفافيش أصلا مش بتشوف بشكل جيد في الظلام لذلك هي بتعتمد على تحديد الموقع بصدى الصوت. احنا سمعنا الجملة دي فين قبل كده؟ سمعناها في الدرس الأول اللي هو قبل ده لما كنا بنتكلم على الحواس الفائقة عند الدولفين. برضو الخفاش بيعتمد على تحديد الموقع بصدى الصوت زي الدولفين بالظبط وده بيبقى طبعا عن طريق حاسة السمع للحصول على الغذاء والتنقل في الظلام. يبقى الدولفين والخفاش هما الاتنين بيشتركوا مع بعض في خاصية تحديد الموقع بصدى الصوت عن طريق حاسة السمع. طب ده بيحصل ازاي؟ نفس الطريقة برضو إن الخفاش بيصدر أصوات على شكل موجات صوتية والأصوات ديت بتنتقل في الهواء وبتصطدم بالفريسة لو كانت قدامها. بعد كده لما بتصطدم بالفريسة بترتد للخفاش تاني أو بترجع له تاني وبتبقى طبعا الموجات ديت لما بترجع له تاني بتبقى على شكل صدى صوت. فده طبعا بيساعد الخفافيش إن هي تقدر تحدد موقع الفريسة. نفس النظام بالظبط عند الدولفين. يبقى كيف تصطاد الخفافيش البعوضة ليلا؟ بتستخدم الخفافيش خاصية تحديد الموقع بصدى الصوت حيث تصدر أصواتا تصطدم بالبعوض وترتد يعني بترجع تاني مرة أخرى للخفاش. فده طبعا بيساعده على تحديد مكان البعوض وإيه واصطياده. ملحوظة يشترك الدولفين مع الخفاش في اصطياد فرائسهما عن طريق تحديد الموقع بصدى الصوت وده طبعا بيبقى إن هما بيعتمدوا على حاسة السمع اللي بتبقى قوية جدا عندهم. طيب ندخل بعد كده على التكيفات الحسية الفائقة عند البوم. احنا اتفقنا ان في نوعين من الحيوانات الليلية اللي بينشطوا في الليل هو الخفاش والبومة وبنكون طبعا عايزين نعرف هما ازاي بيقدروا ينشطوا في الليل
مع إن الظلام بيكون دامس. فاتفقنا إن هما بيبقى عندهم تكيفات حسية بتساعدهم على إن هما ينشطوا ليلا. نيجي بقى للبومة ونشوف هي بتتكيف إزاي. بتمتلك البومة حاستي سمع وبصر. الخفاش كان بيمتلك حاسة السمع فقط، وكان البصر عنده ضعيف جدا. كان بيعتمد على خاصية تحديد الموقع بصدى الصوت، يعني بيعتمد على حاسة السمع. أما البومة بقى فبتعتمد على حاستين اتنين، حاسة السمع وحاسة البصر. لأن طبعا حاسة السمع والبصر بتبقى قوية جدا عند البومة، بتقدر من خلال الحاستين دول إن هي تحدد موقع الفريسة في الظلام. لأن هي بتمتلك أول حاجة بتمتلك عيون كبيرة. العيون دي بتساعدها على تحديد مكان أو موقع الحيوانات التي تختبئ بين العشب أو تحت الجليد. كلنا كنا بنستغرب ليه البومة بتبقى عينيها كبيرة قوي كده. عينيها كبيرة علشان تقدر تحدد مكان أو موقع الحيوانات اللي بتختبئ في العشب أو تحت الجليد. وتاني حاجة هي إن وجه البومة بيشبه الوعاء. إيه هو الوعاء ده؟ اللي هو الطبق مثلا. طبعا كلنا عارفين إن الطبق بيبقى مجوف شوية من جوه، ومن على الأحرف بتاعه بيبقى مسطح شوية، يعني اسمه الوعاء. يبقى وجه البومة يشبه الوعاء، وبيكون كمان عندها ريش في الرأس يساعدها على توجيه الأصوات البعيدة إلى أذنيها مباشرة. طيب إزاي، حتى هيسأل إزاي مثلا وجه البومة اللي بيشبه الوعاء دوت بيساعدها إن هي الأصوات البعيدة اللي بتصدر من بعيد بتتوجه مباشرة إلى أذنيها. وده طبعا بسبب إن وجه البومة بيبقى مصمم بيولوجيا علشان يجمع الأصوات اللي هي بتكون بعيدة. نفس بالظبط فكرة الدش اللي هو طبق الدش، لأن هو برضو بيبقى شبه الوعاء، والشكل ده بيساعده إن هو يلتقط الموجات الكهرومغناطيسية اللي بتبقى صادرة من الأقمار الصناعية. نفس وش البومة ده أو وجهها بيشبه الوعاء وبيشبه برضو طبق الدش، علشان بيقدر إن هو يجمع الأصوات اللي جاية من بعيد، فتبدأ بعد كده إن هي تتركز على وجهها وبالتالي على الأذن بتاعة البومة، وتقدر إن هي من خلال شكل وشها تجمع الأصوات البعيدة. تالت حاجة أذنا كبيرة. الأذن بتاعة البومة بتبقى كبيرة، وديت بتساعدها برضو على سماع الأصوات الصادرة عن الحركات الضئيلة والبعيدة. يبقى ودن البومة الكبيرة بتساعدها برضو إن هي تلتقط الأصوات اللي بتبقى أصوات خافتة جدا أو ضعيفة، وكمان من أماكن بعيدة. رابع حاجة عند البومة هي إن راسها بتلف في جميع الاتجاهات. تقدر البومة إن هي تبص يمين وشمال، وتقدر كمان إن هي تبص وراها وهي قاعدة بنفس الاتجاه بتاعها. يعني هي مثلا جسمها قاعد إن هي تبقى باصة على قدام، تقدر وهي قاعدة بنفس القاعدة بتاعتها راسها تلف لحد ورا وتلف في جميع الاتجاهات وهي قاعدة. وده طبعا بيساعدها على البحث عن الفرائس في كل الاتجاهات من حواليها من غير ما تتحرك. بندخل بعد كده في نشاط 5 على الجهاز العصبي. احنا كنا أخدنا الجهاز الهضمي وأخدنا كمان الجهاز التنفسي. دلوقتي هناخد الجهاز العصبي، وهو من أهم الأجهزة فعلا في الجسم. هنعرف تركيب الجهاز العصبي هو بالظبط بيتكون من ايه. أول حاجة الجهاز العصبي هو عبارة عن شبكة اتصالات داخلية بتساعد الإنسان على الإحساس بالتغيرات التي تحيط به، ويستقبلها عن طريق الأعضاء الحسية، ويجعل الجسم يستجيب لها. أول حاجة التعريف ده حفظ، وهنبدأ إن احنا نشرحه دلوقتي واحدة واحدة. أضف إلى معلوماتك أن الثدييات هي الكائنات الحية التي تلد وترضع صغارها. يبقى الثدييات هي الكائنات الحية التي تلد وترضع صغارها. طيب ندخل تاني على الجهاز العصبي. يتكون الجهاز العصبي للثدييات زي ما قلنا اللي هو زي الإنسان والفيلة والكلاب، وفي حيوانات تانية كتير جدا من الثدييات. بيتكون الجهاز العصبي فيهم من المخ والحبل الشوكي والأعصاب. هنركز دلوقتي على عضو عضو فيهم. أول حاجة خالص لما نتكلم على المخ. المخ هو مركز التحكم الرئيسي في الجسم كله. الجسم اهو زي ما انتوا شايفينه، ادي المخ بيبقى فوق في الرأس، وهو بيعتبر مركز التحكم الرئيسي في الجسم كله. مفيش أي حركة بتصدر من الجسم إلا لما بتبقى عن طريق المخ. المخ هو اللي بيصدر الإشارات اللي بتتنقل عبر الأعصاب، وتبدأ بعد كده إن هي تدي الأوامر لأعضاء الجسم كلها بالتحرك.
يبقى من غير المخ الجسم مش هيقدر يتحرك ولا إن هو يقوم بالوظائف بتاعته. طيب طالما المخ هو مركز التحكم الرئيسي في الجسم، إيه هي الوظيفة بتاعته؟ وظيفة المخ هي استقبال المعلومات ومعالجتها وتفسيرها. طيب هو بيستقبل المعلومات اللي بتيجي منين؟ المعلومات اللي بتصدر عن الأعضاء الحسية زي ما اتفقنا. قلنا إن في أعضاء حسية في الدرس اللي فات زي الأنف والفم والجلد وكمان الأذن والعين، دول يعتبروا اسمهم الأعضاء الحسية. الأعضاء الحسية ديت بتبدأ إن هي تصدر المعلومات، واللي بياخد منهم المعلومات هي على طول الأعصاب، والأعصاب بتبدأ بعد كده إن هي توصل المعلومات ديت عبر الحبل الشوكي وصولا إلى المخ. يبدأ المخ بعد كده إن هو ياخد المعلومة ديت ويستقبلها ويعالجها. يعني إيه يعالجها؟ يعالجها يعني يعرف المعلومة دي إيه بالظبط، ويبدأ بعد كده إن هو يصدر الأمر برضو عبر الحبل الشوكي والأعصاب إلى الأعضاء الحسية ويديها الأمر برد الفعل أو بالتحرك. يبقى وظيفة المخ إن هو بيستقبل المعلومات اللي هو بياخدها من الأعضاء الحسية، يبدأ بعد كده إن هو يعالجها ويفسرها، وبعد كده بيصدر رد الفعل المناسب حسب المعلومة اللي جات. طيب ندخل على العضو التاني وهو الحبل الشوكي. الحبل الشوكي هو مجموعة من الأعصاب بتتصل بالمخ وبتمر عبر العمود الفقري. يبقى هنبص كده مع بعض ادي المخ. المخ ده بيبقى خارج منه مجموعة من الأعصاب، والأعصاب ديت بتعدي في حاجة اسمها الحبل الشوكي اللي هو بيبقى داخل العمود الفقري اللي بيبقى في ظهرنا. الأعصاب دي بتعدي منه، بيبقى اسمها الحبل الشوكي، بيبقى مجموعة من الأعصاب اللي بتعدي داخل العمود الفقري وبتتصل بالمخ أصلا، وزي ما اتفقنا بتعدي جوه أو بداخل العمود الفقري. ووظيفة الحبل الشوكي إن هو بيحمل الرسائل من المخ إلى أجزاء الجسم والعكس. يبقى الأعصاب اللي بتعدي العمود الفقري باسم الحبل الشوكي بتبدأ بعد كده إن هي بتتفرع زي ما انتوا شايفين إلى جميع أجزاء الجسم وجميع الأعضاء الحسية اللي موجودة في الجسم. هدفها أو وظيفتها إن هي بتاخد المعلومة من الأعضاء الحسية وتوديها على المخ، وتاخد برضو الرسائل من المخ توزعها على الأعضاء الحسية. فهي دي وظيفة الحبل الشوكي. ندخل بعد كده على ثالث عضو في أعضاء الجهاز العصبي وهي الأعصاب. الخطوط الزرقاء اللي انتوا شايفينها اللي تشبه الشعر ديت هي ديت الأعصاب. الأعصاب هي تفرعات صغيرة من الحبل الشوكي. اتفقنا إن الحبل الشوكي هنا مجموعة من الأعصاب، بيبدأ بعد كده إن هي لما بتخرج من العمود الفقري من أسفل العمود الفقري إن هي تتوزع على جميع أجزاء الجسم. يبقى الأعصاب هي تفرعات صغيرة من الحبل الشوكي وبتتفرع إلى فروع أصغر. يعني ممكن مثلا التفرعات ديت بتبقى كبيرة، بتبدأ برضو إن هي تتفرع منها تفرعات أصغر تشبه الجذور بتاعة الشجرة، وبعد كده بتتوزع على جميع أجزاء الجسم. يعني إحنا جسمنا كله من الداخل عبارة عن تفرعات للأعصاب. وظيفة بقى الأعصاب إن هي بتربط أعضاء الحس اللي إحنا اتفقنا عليها، سواء الجلد سواء الأنف سواء الفم سواء الأذن سواء العين، بتربط الأعضاء بتاعة الحس ديت بالمخ، وبتستقبل المعلومات من الحواس. الأعصاب دي بتستقبل المعلومات من الحواس الخمسة اللي احنا اتفقنا عليها، وتبدأ بعد كده إن هي ترسل إشارة إلى المخ. في ملحوظة هنا بيقول فيها يطلق على المخ والحبل الشوكي معا اسم الجهاز العصبي المركزي. يبقى المخ والحبل الشوكي هما الاتنين مع بعض، مفيش معاهم الأعصاب. المخ والحبل الشوكي بيطلق عليهم اسم الجهاز العصبي المركزي. بعض الأعصاب بتتصل بالمخ مباشرة، في بقى بعض الأعصاب اللي هي أصلا مش بتعدي من اللي هو العمود الفقري ومش بتبقى تبع الحبل الشوكي. بعض الأعصاب دي بتتصل بالمخ مباشرة، ومنها الأعصاب الخاصة بالعين. زي ما انتوا شايفين كده طبعا إن العين بتبقى قريبة جدا من المخ، فالأعصاب بتاعت العين بتتصل مباشرة بالمخ، مش بتعدي عن طريق العمود الفقري لأن هي أصلا قريبة جدا من المخ، فمش محتاجة إن هي تبقى تبع الحبل الشوكي وتعدي من العمود الفقري.
لو حبينا إن إحنا نعرف كيفية عمل الجهاز العصبي بدقة أكبر، بيقول تعتبر أعضاء الحس جزءا من الجهاز العصبي. إيه هي أعضاء الحس؟ زي ما اتفقنا اللي هما الأعضاء اللي هي الحواس الخمسة، هما دول أعضاء الحس، بيبقى فيهم نهايات عصبية بتوصل بعد كده على الحبل الشوكي مرورا إلى المخ عن طريق الأعصاب. وأعضاء الحس ديت هي تعتبر جزء من الجهاز العصبي وبتعمل معه في تكامل كما في المخطط التالي. هنشوف مع بعض المخطط ده اللي هيفهمنا أكتر. أول حاجة بيقول تستقبل أعضاء الحس المعلومة من البيئة وبتحولها إلى إشارات أو نبضات كهربية. زي ما احنا اتفقنا مثلا الجلد مثلا اللي في ايدينا لمس حاجة سخنة جدا، ده يعتبر عضو من أعضاء الحس اللي هو الجلد. لمس مثلا حاجة سخنة جدا من البيئة الخارجية، نار مثلا، مية سخنة، أيا كان. الحاجات دي تعتبر هي المعلومات اللي بتصدر من البيئة، يعني من حوالينا. سواء مثلا مسك كوباية مية مثلا سخنة، مسك أسفة مثلا كوباية شاي سخنة، أيا كان، يقدر بعد كده إن بيستقبلها عن طريق أعضاء الحس بتاعته يعني بالجلد، ويحولها على طول إلى إشارات أو نبضات كهربية. النبضات الكهربية ديت تستقبلها إيه الأعصاب، وبعد كده بتنقلها للمخ. يبقى تستقبل الأعصاب الإشارات من أعضاء الحس اللي هي النبضات الكهربية. الأعصاب بتبدأ إن هي تستقبل النبضات الكهربية وبعد كده بتنقلها وتوديها للمخ. المخ بقى لما بيوصله الإشارة ديت بيبدأ إن هو يترجمها وبعد كده بيصدر رد فعل مناسب لها. ايه هو مثلا رد الفعل؟ حد مسك مثلا حاجة سخنة أو لمس النار بيبدأ على طول إن هو يسحب إيده بسرعة، وهو ده رد الفعل اللي احنا بنتكلم عنه. المخ لما بيوصل له الإشارة ديت إن الحاجة ديت سخنة أو إن هي مؤذية، بيبدأ المخ إن هو يصدر رد فعل سريع إن احنا نسيب الحاجة السخنة دي من إيدينا فورا. وفي برضو مثال تاني بيقول إذا شممت رائحة بيتزا يتم ترجمة هذه المعلومة كالآتي. أول حاجة بتستقبل المستقبلات الحسية اللي بتبقى موجودة في الأنف رائحة البيتزا وبتحولها إلى إشارات كهربية. تاني حاجة بتنقل الأعصاب الخاصة بحاسة الشم اللي بتبقى موجودة خلف الأنف. يبقى خلف الأنف كده من الداخل بيبقى في أعصاب خاصة بتنقل على طول الرائحة ديت وتوصلها إلى على هيئة طبعا إشارات بتوصلها للمخ عن طريق الأعصاب زي ما اتفقنا. بيقوم بعد كده المخ بترجمة هذه الإشارات وبيصدر رد فعل لها. إيه هو مثلا رد الفعل؟ إن إحنا مثلا هنطلب بيتزا، إحنا شمينا ريحة البيتزا وعجبتنا، يبدأ المخ يترجم الإشارة اللي وصلت له ديت، ويبدأ بعد كده الإنسان ياخد رد فعل أو إن المخ يصدر رد فعل إن إحنا مثلا بنطلب بيتزا أو إن إحنا فعلا بناكل البيتزا لأن ريحتها عجبتنا. هو ده رد الفعل اللي إيه اللي بيحصل. بعد كده بيقول ملحوظة: المستقبلات الحسية هي عبارة عن أعصاب بتبقى متصلة بأعضاء الحس. يعني مثلا الفم أهو، لما إحنا بندوق حاجة بيبقى فيه حاجة اسمها مستقبلات حسية، تبقى طبعا خلف الفم يعني من داخل جسمنا. المستقبلات الحسية ديت هي الأعصاب اللي بتبقى متصلة بأعضاء الحس مباشرة، وبتبقى مسؤولة عن استقبال المعلومات من البيئة وبتحولها بعد كده إلى إشارات كهربية. المخ هو الجهاز اللي بيشبه جهاز الكمبيوتر في معالجته للمعلومات. يعني إيه؟ إحنا مثلا بندخل حاجة اسمها الداتا أو المعلومات للكمبيوتر، بيبدأ بعد كده الكمبيوتر بوحدة المعالجة اللي فيه إن هو يعالج البيانات اللي دخلت له ويطلع لنا المعلومات اللي إحنا عايزينها. نفس فكرة المخ بالظبط. هنا بقى في سين سؤال، ضع علامة صح أو علامة خطأ. تربط الأعصاب المنتشرة في الجسم بين أعضاء الحس والمخ. صحيح. يعتبر المخ هو مركز التحكم في جسم الإنسان. صحيح. تترجم الأعصاب الرسائل التي ترسلها الأعضاء الحسية. يبقى هل الأعصاب هي اللي بتترجم الرسائل اللي بترسلها الأعضاء الحسية؟ لا طبعا غلط. طب مين اللي بيترجم الرسائل؟ اللي بيترجمها هو المخ. وظيفة الأعصاب إن هي بتوصل للمخ فقط الرسائل. بندخل بعد كده على نشاط 6 الإحساس بالبيئة. بيسأل: هل تعتقد أن طريقة عمل الجهاز العصبي في الحيوانات تشبه طريقة عمله في الإنسان؟ ده اللي احنا هنعرفه دلوقتي. بيقول
تعمل أجهزة الجسم المختلفة في تكامل لمساعدة الكائنات الحية في البقاء على قيد الحياة. الجهاز العصبي له دور كبير في مساعدة الكائن الحي على الاستجابة للخطر، مثل اليربوع المصري أو اليربوع القافز. يبقى الجهاز العصبي ليه دور كبير جدا في مساعدة الكائن الحي إن هو يستجيب للخطر، على الاستجابة للخطر، ويقدر إن هو طبعا يتعامل مع الخطر. نشوف إيه هو اليربوع المصري أو اليربوع القافز. وليه اسمه القافز؟ لأن هو بيقفز. يعد اليربوع المصري من القوارض. القوارض يعني زي الفئران والحاجات اللي هي تشبه الفئران، اسمهم قوارض. يبقى اليربوع المصري يعتبر من القوارض الصحراوية، يعني بيئته صحراوية، وهو برضو بينشط ليلا للبحث عن الغذاء. طيب احنا أول حاجة كده من قبل ما نبدأ في الدرس، أول لما يقول إن هو بيئته صحراوية أكيد هنفهم على طول هو ليه بينشط في الليل. طبعا عشان يتجنب درجة الحرارة العالية وكمان سخونة الأرض أو الرمال، عشان كده هو بينشط في الليل للبحث عن الغذاء. يمتلك اليربوع المصري عددا من التكيفات التي تساعده على العيش والبقاء في بيئته. يبقى هو عنده تكيفات تركيبية وسلوكية بتساعده إن هو يبقى على قيد الحياة ويعيش في البيئة بتاعته. أول تكيف خالص من التكيفات التركيبية اللي عند اليربوع هي الأذن الكبيرة والحساسة. الأذن بتاعته الكبيرة ديت بتساعده على الإحساس بالخطر وسماع صوت الحيوانات المفترسة مثل التعابين. يبقى ودنه كبيرة عشان تلتقط الأصوات، وبتبقى حساسة جدا للأصوات علشان يحس بالخطر وبصوت الحيوانات المفترسة اللي بتبقى موجودة في البيئة بتاعته زي التعابين. تاني حاجة الشعر اللي بيبقى موجود على قدميه وأصابعه بيساعده على إمساك الرمال أثناء القفز، يتمكن من الهروب بسرعة من الخطر. طب هو يعني إيه مثلا لما بيمسك الرمل وهو بيقفز بالشكل ده يقدر إن هو يهرب بسرعة من الخطر؟ وليه بيمسكه؟ الرمال طبعا بتبقى ناعمة جدا، ممكن إن رجله تغوص فيها وهو بيقفز، فبالتالي رجله لما هتغوص مش هيقدر إن هو ينط بسرعة أو بسهولة، وهتبقى حركته بطيئة. فهو لما بيمسك الرمال برجله وهو بيقفز بالشكل ده بيقدر إن هو يجري بشكل أسرع، ويقدر كمان إن هو يتمكن من الهروب بسرعة من الخطر. ثالث تكيف من التكيفات التركيبية عند اليربوع المصري وهي الأرجل الخلفية الطويلة. زي ما انتم شايفين إن رجله الخلفية بتبقى طويلة جدا زي ما انتم شايفين، ودي طبعا بتمكنه من القفز لمسافات طويلة. طيب بالنسبة بقى للتكيفات السلوكية أو التصرفات اللي هو بيقوم بيها، تكيفات سلوكية يعني سلوكه أو التصرفات اللي بيقوم بيها، مثل القفز في مسارات متعرجة، وده طبعا بيمكنه من الهروب بسرعة من الخطر. يعني هو لما بيقفز مش بيقفز في خط مستقيم، لا بيقفز في مسارات متعرجة، ده بيساعده على الهروب بسرعة من الخطر. وكمان التشتيت، يعني لو في حاجة مثلا بتجري وراه، التعرج اللي هو بيعمله ده وهو يقفز أو القفز في مسارات متعرجة يشتت المفترس اللي بيبقى وراه إن هو يقدر يلحق بيه أو يمسكه بسرعة عن لو كان بيقفز في مسارات مستقيمة. وبالمناسبة اللي بيجري برضه في مسارات متعرجة كده هي الغزال. في بعض أنواع الغزال لما بيجي يهرب أو بيجري برضه في مسارات متعرجة، يعني بيجري يمين وشمال يمين وشمال، لأن بعض المفترسات اللي بيبقوا بيجروا ورا الغزالة مش بيقدروا إن هما يجروا وراها بالشكل المتعرج ده، وبيبقى بالنسبة لهم صعب. هما من كتر سرعتهم يجروا في خط مستقيم على طول من كتر سرعتهم، أما التعرجات اللي الغزالة بتعملها ديت بتشتتهم وبتخليهم مش قادرين إن هما يلحقوا بيها. طيب بندخل بعد كده على كيفية استجابة اليربوع عند تعرضه للخطر. يا ترى اليربوع بيعمل إيه لما بيتعرض للخطر؟ وإيه هي الاستجابة بتاعته؟ تستطيع أذن اليربوع الحساسة أن تستشعر وجود الثعابين. يعني إيه الحساسة؟ يعني اللي بتلتقط الأصوات الخافتة جدا والضعيفة والبعيدة. الودن بتاعته ديت اللي بتستشعر وجود الثعابين حتى لو كانت الأصوات ديت صغيرة وبعيدة عنه. تعمل حاسة السمع الحادة لليربوع وساقاه القافزتان القويتان في تكامل مع جهازه العصبي. يبقى حاسة السمع اللي عند اليربوع اللي هي الحاسة الحادة جدا، والساق بتاعته القافزة القوية، هما الاتنين بيعملوا مع بعض في تكامل مع الجهاز العصبي بتاعه علشان يتمكن من البقاء على قيد الحياة في البيئة بتاعته.
المخطط التالي يوضح كيفية استجابة اليربوع عند تعرضه للخطر. أول حاجة خالص، تشعر المستقبلات الحسية في أذن اليربوع بضوضاء الثعابين. يبقى أول حاجة اليربوع كده بيبقى قاعد في حاله، فجأة المستقبلات الحسية اللي هي بتبقى موجودة طبعا في الأذن بتاعة اليربوع يبدأ إن هو يسمع صوت ضوضاء أو صوت الثعابين وهي جاية ناحيته. تبدأ بعد كده المستقبلات الحسية ديت إن هي ترسل رسالة عبر شبكة الأعصاب عن طريق الأعصاب بتاعته وصولا إلى المخ. المخ بيبدأ بعد كده إن هو يترجم الرسالة اللي وصلت له عن طريق الأعصاب ويصدر رد فعل مناسب طبعا إلى أعضاء الحركة اللي عند اليربوع اللي بتبقى في رجله الخلفية. بتبدأ بعد كده ساق اليربوع في الحركة والهرب. تحدث عملية استجابة اليربوع للخطر في أقل من الثانية، ويعرف هذا الوقت باسم زمن الاستجابة. يبقى الوقت اللي اليربوع بتاخده في إن هو يستجيب للخطر ده بيحصل في أقل من الثانية، بسرعة جدا. يدوبك مسافة ما يسمع الصوت يعدي عبر الأعصاب وصولا إلى المخ. يبدأ المخ إن هو يترجم المعلومة اللي جاتله إن في خطر، ويوصل طبعا رد فعل إلى ساق اليربوع بالحركة بإن هو يهرب. كل ده بيحصل في أقل من الثانية. الوقت ده اللي بيحصل فيه استجابة اليربوع للخطر بيبقى اسمه زمن الاستجابة. يعني من أول الوقت اللي هو بيسمع فيه لحد الوقت اللي هو يبدأ يهرب ويتحرك فيه، الوقت ده اسمه زمن الاستجابة. يبقى زمن الاستجابة هو الوقت الذي يستغرقه الكائن الحي للاستجابة للخطر الذي يواجهه. مما سبق بنستنتج أن بقاء الكائنات الحية على قيد الحياة يكون بسبب الطريقة التي تعمل بها حواسها وتركيب جسمها القابل للتكيف وتكاملها مع الجهاز العصبي. في عندنا هنا سؤال صح وغلط. يعمل الجهاز العصبي بصورة منفصلة عن الحواس؟ طبعا غلط. الحواس بتتصل على طول بالجهاز العصبي. طيب تعتبر الأذن الكبيرة في اليربوع القافز من التكيفات السلوكية؟ برضو غلط. احنا اتفقنا أي حاجة في جسم الكائن الحي أو التركيبة بتاعته تعتبر من التكيفات التركيبية. التكيفات السلوكية هي الخاصة بالسلوك أو بالتصرفات اللي بيقوموا بيها. رقم 3، يعد القفز في مسارات متعرجة من التكيفات التركيبية في اليربوع المصري؟ برضو غلط، لأن دي حاجة مش في تركيبة جسمه، ده سلوك أو تصرف هو بيقوم بيه. ندخل بقى على تدريبات على الدرس التاني. 1. أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات التي بين القوسين. 1. يمتلك إيه أرجلا خلفية طويلة تساعده على القفز والهروب من الأعداء؟ هل اليربوع ولا الخفاش؟ طبعا اليربوع. 2. يمتلك البوم وجها يشبه المثلث ولا الوعاء؟ اتفقنا إن وجه البوم بيشبه الوعاء لالتقاط الأصوات. طيب رقم 3، عند لمس يدك شوكة نبات فإن العضو المسؤول عن إحساسك بالألم هو الأعصاب ولا المخ؟ إحنا طبعا لما بنلمس الشوكة الأعصاب طبعا عن طريق الجلد بتاع الإيد، الأعصاب بتاخد الإحساس ده اللي هو إحنا حسناه وتوصله للمخ، يبدأ المخ إن هو يترجمه. العضو المسؤول عن إحساسنا بالألم هو المخ في الأصل. الأعصاب بتوصل الإحساس ده للمخ فقط، والمخ هو اللي بيترجمه وهو اللي بيحس بالألم. رقم 4، يقفز اليربوع المصري في مسارات مستقيمة ولا متعرجة؟ طبعا مسارات متعرجة. رقم 5، تستخدم الخفافيش إيه كوسيلة للتواصل فيما بينها؟ الصوت ولا الضوء؟ طبعا الصوت. السؤال الثاني، ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية. يعد اليربوع القافز من الزواحف التي تتكيف للعيش في الصحراء؟ شوفوا السؤال ده ممكن إن هو يلخبط أي حد لو مركزش فيه. إحنا هنقرأ إن اليربوع القافز من الحيوانات اللي بتتكيف للعيش في الصحراء، فممكن نعمل صح. إحنا هنا مركزناش إن هو بيقول إن هو من الزواحف، وطبعا غلط لأن اليربوع من القوارض مش الزواحف. السؤال الثاني، يعتبر القلب أحد مكونات الجهاز العصبي؟ لا، القلب ملوش علاقة. 3. الخفافيش لها القدرة على لف رأسها في جميع الاتجاهات؟ برضو غلط. طب مين اللي بيعمل كده؟ البومة. تقوم الأعصاب في أذن اليربوع بترجمة المعلومات التي تأتي من البيئة؟ الأذن مش هي اللي بتترجم المعلومات، ده هو المخ. طيب نيجي بقى على رقم 3، اكتب المفهوم العلمي. 1.
الوقت الذي يستغرقه الجسم لتلقي المعلومات من البيئة وتفسيرها والاستجابة لها يبقى اسمه زمن الاستجابة. رقم 2، أعضاء مسؤولة عن استقبال المعلومات من البيئة. الأعضاء ديت مسؤولة إن هي تستقبل المعلومات من البيئة، بيبقى اسمها الأعضاء الحسية. الأعضاء الحسية اللي هي زي الحواس الخمسة هي اللي بتستقبل المعلومات أول حاجة خالص من البيئة. أول أعضاء بتتقبل على طول أو بتستقبل المعلومات على طول الأعضاء الحسية، بعد كده بتمررها للأعصاب. طيب، مجموعة الأعصاب التي تتصل بالمخ وتمر عبر العمود الفقري اسمها الحبل الشوكي. لو حبينا مثلا إن إحنا نرسمها كده بشكل صغير، دي مثلا الراس وبيبقى فيها المخ، بينزل من المخ مجموعة من الأعصاب كده كتير بتعدي في العمود الفقري، بعد كده بتتفرع أجزاء الجسم كلها بالشكل ده، وكل عصب بيبقى كبير زي ده بيخرج منه برضو مجموعة أعصاب أصغر. طيب، بيقول ماذا يحدث عند سماع اليربوع صوت ثعبان بالقرب منه؟ يبقى واحدة واحدة كده، إن اليربوع كان قاعد عادي وفجأة سمع صوت ثعبان بالقرب منه. عايزين نعرف إيه اللي هو بيعمله بالظبط. هنقول ترسل أذن اليربوع رسالة عبر الأعصاب. يبقى أذن اليربوع بترسل رسالة عبر الأعصاب، بتعدي من الأعصاب إلى المخ فيترجمها. يبقى المخ بياخد الرسالة دي وبيترجمها، بيعرف ده صوت إيه، بعد كده بيبدأ إن هو إيه فيصدر رد فعل. فاكرين لما قلنا في الدرس اللي فات إن المخ لما بيترجم الرسالة اللي جات له بيصدر بعد كده رد فعل على طول للأعضاء الحركية اللي بتبقى موجودة في جسمنا، زي مثلا العضلات، بيصدر أمر للعضلات إن هي تتحرك، يبقى فيصدر رد فعل للأرجل، يعني العضلات اللي موجودة في الأرجل لإيه لتبدأ الحركة، لتبدأ في الحركة. طيب، هنا بقى رقم 5 بيقول علل لما يأتي. تمتلك البومة آذانا كبيرة، وده ليه؟ ليه البومة بتبقى ودنها كبيرة؟ لتساعدها على سماع الأصوات الضعيفة للحيوانات التي تختبئ فين؟ في العشب أو تحت الجليد. طيب، السؤال التاني بيقول وجه البومة يشبه الوعاء ومحاط بالريش. هنقول إيه بقى؟ هنقول حتى أو ليساعدها على سماع الأصوات من أماكن بعيدة، وتوجيهها، توجيه الأصوات يعني إلى أذنيها مباشرة. رقم 6 بيقول اذكر مكونات الجهاز العصبي في الإنسان ووظيفة كل منه. احنا دلوقتي هنذكر المكونات الخاصة بالجهاز العصبي، وكمان هنقول وظيفة كل مكون منهم. أول طبعا مكون خالص هو المخ. رقم 1 المخ. المخ هو الذي يستقبل المعلومات ويعالجها، تمام، ويفسرها. طيب، المكون الثاني هو ايه؟ هو الحبل الشوكي، وهو الذي يحمل الرسائل من المخ إلى أجزاء الجسم والعكس. يعني ايه؟ يعني الحبل الشوكي ده بيحمل الرسائل من المخ، ياخد الرسالة اللي المخ بيوصلها له
عشان يوصلها لأعضاء الحركة، أو إن هو أصلا بياخد كمان المعلومات اللي بتخرج من أعضاء الحسية اللي في الجسم ويوصلها للمخ. طيب تالت حاجة بقى هي الأعصاب التي تربط أعصاب الحس بالإيه؟ بالمخ. بالشكل ده ولله الحمد بنكون انتهينا من شرح وحل أسئلة الدرس التاني الأعضاء الحسية للحيوانات بشكل عام. بتمنى اللي لسه مشتركش في القناة ينورني ويشترك ويفعل زر الجرس علشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.